بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم حبيباتي وخياتي، ومرحبا بكم في قناة كويزين أمينة دي زاد. نتمنى مع فيديو تاع اليوم يلقاكم كاملين بخير وعلى خير يا ربي. رايحة نشارك معكم في هذا الفيديو وصفة غراتا على الطريقة إيطالية، واللي هي باستيشيو ولا الكوزانية. وصفة صيفية وخفيفة تجي مشمخة من الداخل كما راكم تلاحظوا، وبنتها مش نورمال. قبل ما نحضر الوصفة تاعنا بغيت نشكر كامل الناس الجداد اللي انضموا للقناة ودعموني وشجعوني في الفيديوهات السابقين، ونقول لكم ربي يفرحكم كما فرحتوني، وربي يعطيكم ويغنيكم ويمنيكم. بارك الله فيكم. وبلا ما نطول عليكم نروح نحضر وصفتنا لنهار اليوم كيف. نبداو بالمقادير كيما العادة. نحتاج كمية من الفيونداشي، انا عندي نص رطل تقريبا، تقدروا تعوضوه بالبولياشي ولا نص صدر تاع دجاج مقطع مرصوات صغار، ونص حبة بصل متوسطة ومقطعة مربعات صغيرة، وكم شامل معدنوس ثانيك مقطع رقيق ما يعادل 2 مغارف كبار، وربع سنينة ثوم رايحة نسكرفجهم من بعد. ونحتاج كذلك الملح والفلفل الكحل، وبلا ما ننساو الزيت اللي رايحين نقلو به اللحم تاعنا. بالنسبة لاصوص بيشاميل نحتاجو فيها 2 كيسان ونص تاع الحليب، 3 مغارف كبار فرينة، و2 مغارف كبار زبدة ولا مارغرين. والجبن انا استعملت هذا النوعية، هذا اللي كان متوفر عندي، نتوما استعملوا اي جبن تفضلوه، سينو تقدروا تستعملوا فروماج لافاش كيريشال هذاك اللي يجي مستطيل وبحدا تكفي. ونحتاج ثاني الملح والفلفل الكحل. وهنا كنت نقيت البطاطا، غسلتها وقطعتها بهذا الشكل، تقدروا ثاني تقطعوها على شكل مكعبات صغيرة. نمر الآن نشوفوا الكيفية مع بعض. في مقلاة وعلى نار قليلة حطيت شوية زيت، ونزيد نحط البصل نقليه مع الزيت حتى لوين يذبل شوية باش نضيف الفيونداشي. كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالبولياشي ولا بالدجاج. الوصفة الأصلية تاع الباستيشيو تجي بالدان فومي اللي كنت عوضته أنا باللحم المفروم. كما راكم تشوفوا بعد ما ذبل البصل نحط الفيونداشي، غير تضيفوا الفيونداشي تاعكم ابداو تفتحوا فيه هكذا بالملعقة باش يطيب لكم مليح، وما يكونوش لحمات طيبين كبار ولحمات طيبين صغار. ومن بعد زدت عليه الثوم، قلنا 4 سنينات مفرومين، ورشة من الفلفل الأسود والملح، ما نكثروش لأنه لاصوص بيشاميل ثاني رايحين نديرو فيها الملح والفلفل الأسود، والبطاطا ثاني فيها الملح، يعني نضيفو عيننا ميزانة. نبقى نقلب فيه بهذه الطريقة، وكل ما نلقى قطع لحم كبار نفتحهم بالملعقة باش يطيبوا لي مليح من الداخل. ما نضيفش عليه الماء نهائيا، رايحة نغطي عليه ونخليه يطيب غير في الماء اللي يطلقوا البصل، ونخليه يزيد يكمل طيابه على نار قليلة باش يتشرب هذيك النكهة ويجي طري وبنين. من جهة واحدة أخرى باش ما نطولش عليكم في الفيديو، كنت سخنت الزيت وملحت البطاطا وحطيتها تتقلى في المقلة، بعد ما تطيب نصفيها. وهنا بعد ما طاب لي الفيونداشي وعطالنا هذيك التحميرة نضيف عليه المعدنوس، نخلطهم مع بعض ونطفي على النار. نروحو نحضرو لاصوص بيشاميل، وهذه أسهل وأسرع وأبن صوص بيشاميل رايحين ديروها. في كسرونة وعلى نار قليلة حطيت 2 مغارف كبار تاع مارغرين يذوبوا، كي يذوبوا نزيد عليهم الفرينة، قلنا 3 مغارف كبار، ونخلطهم مع بعضهم.
ونزيد رشة تاع الفلفل الأسود وشوية تاع الملح، منكثروش الملح، ونحمصهم شوية. هنا نبدا نضيف في الحليب بالعقل، يعني نضيف ونخلط، وكل ما نشوف لاصوص تاعي بدات تثقال نقعد نزيد لها في الحليب ونخلط حتى نكملو كامل. وهنا راني شاعله نار قليله ما نزيدلهاش باش ما تتحرقليش الفرينه من الاسفل، ونكملو نخلطو مليح هكذا بالفوي. فوالا هنا كملت كامل الكميه تاع الحليب اللي عندي وخلطت مليح، ومن بعد زدت قطعة من الجبن ولا زوج مغارف كبار. قلت لكم تقدروا تعوضوه بلا باش كيغيشاف تاع الكاري ولا هذاك اللي يجي مستطيل، ونخلطوه شويه. وباش تجيني لاصوص بيشاميل رطبه ولا ليس رايحه نزيد نميكسيها بالبغا ميكسور حوالي دقيقه باش ميكونش فيها هذوك التكتلات. وهكذا رايحين تتحصلوا على صوص بيشاميل خفيفة وبنينة. أنا هذه هي لاصوص بيشاميل اللي معتمدتها في ليغراتا تاوعي، كاين هذه وكاين واحدة أخرى نخدمها بالزيت، كاش مرة نشاركها معاكم ثاني تجيني بزاف بنينة. وهاي صوص بيشاميل تاعنا واجدة معانا. نروح دروك الأهم مرحلة هو اللي هي المونتاج. حطيت قدامي البطاطا اللي كنت قليتها وصفيتها. أنا البطاطا نصفيها بهذه الطريقة، نحطها في الكسكاس ونخليها تكتر من الزيت، وهذاك الزيت نعاود نرجعه في المقلة يعني كتدبيرة. ولاصوص بيشاميل اللي سبق لينا وحضرناها مع بعض، والحشو اللي كان عبارة عن لحم مفروم، وعندنا ثاني قطع من الجبن ولا الفخوماج نفس الجبن اللي درناه في لاصوص بيشاميل. وهنا استعملت هذا القوالب الفردية تاع الفخار يعني انديفيديال. نتوما اذا بغيتو ديروا الباستيشيو تاعكم في بلاطو كبير حجم عائلي هذا الخيار يولي ليكم. فوالا وهنا في كل قالب رايحه ندير كميه من لاصوص بيشاميل بهذه الطريقه ونمشيهم هكذا بالملعقه، ونزيد على البيشاميل كميه من البطاطا حتى يتغطى لنا كامل. ملاحظة إذا كان البلاطو تاعكم يلصق ما تنساوش تدهنوه بالزبدة. ونزيدو الفيونداشي نفركتوه على البطاطا كما راه موضح في الصورة، ونحط الفخوماج اللي كنت قطعته شرائح رقيقة، ونزيد شوية من لاصوص بيشاميل باش الباستيشيو يجينا مشمخ من الداخل وما يجيش ناشف. ونعاود ندير طبقة أخيرة من البطاطا، نغطو كامل الحشو تاعنا بالبطاطا المقلية. وفي الأخير نزيدو نغطو كامل السطح تاع البطاطا بلا صوص بيشاميل وندخلوهم للفرن في الرف الوسطاني، نشعلو عليهم من التحت مدة 10 دقائق يتجمروا برك لأنه كلش راهو طايب، ومن بعد نشعلو عليهم من الفوق كي يتحمروا شوية نخرجوهم. جربوا الوصفة وما تنسوش تشاركوني رايكم في التعليقات، ونضمن لكم رايحة تعجب أفراد العائلة تاعكم. ما بقى لي غير نقولكم نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. تهلاو لي في رواحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.